ناس كتير بتدور على دايت عشان يخسوا بسرعة، ناس كتير برضو عارفين ايه هو الكيتو دايت بس مش عارفين يلموه. الحلقة دي انا هلملك كل حاجة ليها علاقة بالكيتو دايت. الكيتو دايت هو دايت زي اي نظام دايت، زي البي اس ام اف دايت او زي البالانس دايت، زي الصيام المتقطع، زي الكارب سايكل، زي انواع كتير جدا. هو بدأ امتى او الناس ابتدت تعرفه امتى؟ هو انتشر جدا من 2016 ل 2018. بقى جوجل ابتدى الناس تخش في جوجل تسأل عنه كتير جدا، محركات البحث بتاعته وصلت ل 850% سيرش في جوجل. ايه هو الكيتو دايت؟ ايه هو الكيتو دايت؟ اصلا الكيتو دايت هو بدأ من 1920 او قبل كده كمان. الدكاترة والاطباء كانوا بيستخدموه لعلاج مرضى السكر اللي من نوع واحد او من نوع اتنين. طبعا بيستخدموه في المستشفيات بس لان هو نظام صحي جدا، ومع الوقت ابتدوا يطوروه، بقوا بيستخدموه عشان يعالجوا بيه الاطفال مرضى الصرع. ولغاية دلوقتي في دكاترة بيستخدموا الكيتو دايت عشان الاطفال اللي عندهم صرع. طيب ايه الامراض اللي ممكن الكيتو دايت او النظام الصحي ده ممكن يعالجه؟ اول حاجة معانا وهو مرضى السكر من نوع واحد، ومرضى السكر من النوع اتنين، والناس كمان اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم. كل ده عشان الكيتو دايت بينظم السكر في الدم، فهتلاقيه بيعالج مرضى السكر سواء نوع واحد او اتنين، او الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم زي ما لسه قايلين. امراض ايه تاني ممكن الكيتو دايت يعالجها؟ الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم ممكن الكيتو دايت يعالجها، والبنات اللي عندهم تكيسات في المبايض، والرجالة كمان اللي عندهم نقص في الحيوانات المنوية. كل دي امراض الكيتو دايت ممكن يعالجها. واخر حاجة معانا الناس بتستخدمها في الكيتو دايت وهو انقاص الوزن، وده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. قبل ما نخش في الحلقة واللي احنا جايين عشانه، اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. الكيتو دايت بيعمل حاجة احنا كلنا عايزينها، ان هو بيعتمد على الدهون كمصدر طاقة مش الكربوهيدرات. فهو نظام بيعتمد اصلا الاكل بتاعه عن طريق الدهون. 75% من نظام اكلك او 75% من السعرات الحرارية اللي بتدخلها جسمك على حسب وزنك بتكون من الدهون الصحية، و20% من البروتينات، و5% من الكربوهيدرات والسكر. انت لما بتلتزم بالكيتو دايت فانت كده بتدخل جسمك في حاجة اسمها الحالة الكيتونية، يعني الجسم بيحول الحرق بتاعه من السكر لحرق الدهون، او بيخلي الدهون كمصدر طاقة، او بيحرق الكيتونات اللي الكبد بتفرزها يستخدمها كمصدر طاقة بدل من السكر. هي دي الحالة الكيتونية. في ميزة كمان في الكيتو دايت، انت لما تيجي تحرق من الدهون فانت الجسم عندك بياخد طاقة كبيرة جدا، او بياخد طاقة يقدر يشتغل بيها طول اليوم وممكن اليوم التاني على نفس الاكل، لان جسمك بيحرق من الدهون مش من السكر. زي ما احنا قلنا في حلقة زون 2 وزون 3، لما بتيجي تعمل زون 2 او لما تيجي تعمل رياضة زون 2 فانت كده بتحرق من الدهون. لما تعمل الرياضة دي او تجري في الرينج بتاع النبضات بتاع زون 2 انت ممكن تكمل اليوم عادي او كمان ممكن تتمرن. لكن لو انت دخلت الرينج بتاعك في زون 3 اللي هو ابتديت تحرق من الكربوهيدرات او من السكر اللي هو رينج زون 3، فانت كده هتلاقي طاقتك ابتدت تقل وبتحس بهبوط. عشان كده طبعا بما ان الكيتو دايت بيعتمد اساسا ان هو بيحرق من الدهون، فانت الجسم بيكسب طاقة كبيرة جدا ممكن يكمل بيها، ممكن يعمل بيها اللي هو عايزه كمصدر طاقة طالما هو بيعتمد على الدهون. تمام؟ طيب هنعمل مثال صغير كده، هنقول مثال صغير ممكن الدنيا توضح شوية. لو عندنا واحد 75 كيلو هيمشي 30 كيلو، وهو كمان هيحرق من السكر مش من الدهون، كده يبقى هو هيحرق 1300 سعر حراري. طيب لو نفس الواحد مشي 1300 كيلو، يعني هو هيقدر يمشي 1300 كيلو لو اعتمد على الدهون مش من السكر، فهو كده هيحرق 82 ألف سعر حراري تقريبا. فانت متخيل انت لما تحرق من الدهون هيدي جسمك طاقة كبيرة جدا، لا وكمان هيحرق دهون اكتر. عشان كده الكيتو دايت من الانظمة اللي انت هتلاقي عليها نتائج من اول اسبوع بسرعة رهيبة. طيب ايه اللي ممنوع والمسموح في نظام الكيتو دايت؟ احنا زي ما اتفقنا انه 75% من الكالوريز اللي انت بتدخلها هتبقى دهون صحية. نركن الدهون دلوقتي على جنب. في 5% من الكربوهيدرات والسكر، وفي 20% من البروتين.
ملناش دعوه بالكربوهيدرات والسكر ال5%. احنا ممنوعين اصلا من الكربوهيدرات اللي هي بتبقى معقده او بسيطه، يعني ما ينفعش اخد رز او مكرونه او عصاير او حتى فواكه الا فواكه معينه هنقولها دلوقتي، ولا عيش بجميع انواع، اذا كان بقى عيش دايت، عيش ابيض، عيش بلدي، ممنوع. والبطاطا كل ده برضو ممنوع. طيب ده بالنسبة لل5% الكربوهيدرات والسكر. طيب أنا لو ممنوع من الكربوهيدرات ده كله، أمال أنا هدخل ال5% ده منين؟ أنت المفروض بتحول جسمك من المفروض إن هو يدخل 300 جرام سكر كنورمال يعني للجسم ل50 جرام سكر. طب أنت هتدخلهم منين؟ أو ال5% دول هتدخلهم منين؟ هتدخلهم من الخضار والفاكهة زي الفراولة والتوت، ومن الحاجات كمان اللي مسموحة في الكيتو دايت وهي الألبان. يبقى أنت كده هتدخل الكربوهيدرات من جميع الخضروات والألبان. ولو انت هتدخل فاكهة او هتاكل فاكهة فانت مسموح لك في الكيتو دايت فراولة وتوت بس. اما بقى ال20% بروتينات، فانت لازم ال20% من البروتينات اللي انت هتدخلها يكون بروتين صافي وكامل، يعني تاخد افضل البروتينات، بمعنى صح تاخد البروتينات الحيوانية زي اللحوم والاسماك والفراخ والألبان مسموح زي ما قلنا. وممكن كمان تاخد مصدر البروتين من المكسرات، في مكسرات بيبقى فيها بروتين، بس خد بالك انت مسموح لك ب20% من السعرات الحرارية بتاعتك بروتين بس. حاول بقدر الامكان مش تقول انا الفراخ مسموح ليا في الكيتو دايت فانا اكل ربع كيلو او نص كيلو فراخ، لا، هي ممكن تبقى بالنسبة لك في الوجبة الواحدة حتة الفراخ قد كده. فهو ده لازم تحسب 20% من سعراتك الحرارية بالظبط كام جرام بروتين. الدهون بقى المسموحة ليك ان انت تدخلها في الكيتو دايت زي ما قلنا هي 75%. جسمك بيحرق الدهون من مكانين. اول مكان الدهون اللي هي اصلا مختزلة في جسمك اللي احنا عايزين ننزلها، وتاني مكان الدهون اللي انت بتدخلها. طيب الدهون اللي انت هتدخلها دي ايه؟ عندك جميع انواع الزيوت الصحية زي زيت جوز الهند، زي زيت الزيتون، زي زيت اللوز. كل الزيوت دي تستخدمها او ممكن تحطها على سلطة من فوق او تحطها في الاكل، تستخدمها زي ما انت عايز. وجميع انواع المكسرات الدهنية اللي انت ممكن تاكلها زي الفستق، اللوز، الكاجو، الكلام ده كله. والالبان زي ما قلنا هي اصلا كده مسموحة في الكيتو دايت. طبعا الدهون اللي هي ممنوعة اصلا من الكيتو دايت كلنا عارفينها زي الزيوت، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، الاكل من بره، البيتزات، المعجنات، كل الكلام ده ممنوع منعا باتا. ممنوع. حاجة في السريع كده، البيض عندنا فيه فوائد كتير جدا. البيض اول حاجة هو يعتبر المقياس بتاع الانظمة كلها، اي نظام لازم يبقى فيه بيض. البيض عبارة عن 7 جرام بروتين و5 جرام من الدهون الصحية، فانت البيض بالنسبة لك هتستخدم الدهون الصحية فيه كتير جدا، لان صفار البيض ده فيه كمية دهون كويسة برضو ممكن الواحد ياخدها على الصبح مثلا كفطار، ممكن تاكل 3-4 بيضات فهيلم معاك الدهون شوية. كمان معلومة عن البيض ان جميع الفيتامينات او معظم الفيتامينات اللي جسمك محتاجها بتكون موجودة في البيض، بس البيضة الكاملة مش البياض بس. يعني فيتامين اي وفيتامين اي، فيتامين كل الفيتامينات ما عدا فيتامين د، لان فيتامين د قلنا يا اما بياخده من مصدر خارجي يا اما من الشمس. هنتكلم دلوقتي ايه اللي بيحصل لما جسمي بيبتدي يخش في الحالة الكيتونية، ايه اللي بالظبط الحرق بيجي ازاي او بيتعمل ازاي، او جسمي نفسه بيفكر ازاي لما يلاقي فيه اضطرابات في الاكل. بس قبل ما نكمل اعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش عشان في ناس بتنسى. انت لما بتاخد قرار ان انت خلاص هتخش في الكيتو دايت وتبتدي تنتظم في الاكل الكيتو، جسمك بيبتدي يحرق اخر مخزون سكر عنده في الجسم اللي مختزنه في الجلايكوجين اللي موجود في العضل او في الكبد. زي ما احنا عارفين ان الجلايكوجين بيبقى متخزن في الجسم، 80% منه بيبقى موجود في العضل و20% منه بيبقى موجود في الجسم. بعد 3 ايام ل4 ايام بالظبط بيبتدي خلاص كل السكر اتحرق ويبتدي يحرق من الدهون. كده انت جسمك دخل في حالة اسمها الكيتوزيس. يعني ايه هي الحالة الكيتوزيس؟ كده انت الكبد عندك بيبتدي يحول الاحماض الدهنية عن طريق الدهون لاجسام كيتونية اللي احنا لسه قايلينها. الاجسام الكيتونية دي تقدر تغذي المخ عندك 80% منه، وبيتغذي العضلة والجسم كله. طب ال20% التانيين المخ هيتغذى منهم فين؟ ال20% الباقية للدماغ بياخدهم من الكبد عن طريق عملية ربنا خلقها لينا عشان نقدر نتوازن في الحياة وجسمنا يكون متوازن، هي جلايكوجيناليسيس. اول اسبوع بيعدي عليك من الكيتو دايت صعب جدا، لان جسمك كان معتمد على السكر، مرة واحدة ابتدى يعتمد على الدهون، وطريقة الاكل اللي انت بتدخلها بقت طريقة اكل مختلفة. ففي حاجة بتحصل لك بعد اول اسبوع او خلال اول اسبوع اسمها الكيتو فلو.
طيب انت بتحس بايه بقى بعد ما يجيلك الكيتو فلو ده؟ اول حاجه هتحس ان انت كل شويه بقيت تروح الحمام، تعمل حمام كتير، ده طبعا عشان انت بتخرج الميه الزياده اللي في جسمك، ودي حاجه كويسه جدا. تاني حاجه بتحس بهبوط وصداع، وده طبيعي لان طريقه الاكل اختلفت زي ما قلنا، فهتحس بهبوط وصداع. رابع حاجه هتلاقي مزاجك مش تمام ونفسيتك متدمره، بس كل ده هيتعوض لما تشوف نفسك خسيت مره واحده. لان خامس حاجه هتحس بيها بعد اول اسبوع ان انت ممكن تنزل اقل حاجه من 5 ل 7 كيلو. بس نصيحة، لو انت عندك السكر لازم تاخد رأي الدكتور بتاعك الأول قبل ما تخش في نظام الكيتو دايت. طيب أنا أفضل على الكيتو دايت ده لمدة قد إيه؟ الكيتو دايت مش ملتزم بمدة معينة زي بقية الدايتس، انت ممكن تعتمد حياتك كلها تبقى كيتو دايت وتبقى حياة صحية جدا. بس من وجهة نظر أنا للعيب الفتنس أو لعيب الكمال أجسام ما ينفعش إن احنا نعتمد على الكيتو دايت، لأن نسبة البروتين فيها قليلة جدا. انت واحد بتشيل أوزان تقيلة وعايز تكبر العضلات، فانت محتاج تغذي العضلات، فانت ما بتغذيش العضلات غير عن طريق البروتين، والبروتين في الكيتو دايت عبارة عن 20% بس. فطبعا الكيتو دايت مش هيتماشى ان انت تمشي معاه على طول بالنسبة للاعبين كمال الاجسام. لكن لو انت شخص فتنس، لعيب كورة مثلا، او جراي عداء يعني، او شخص ملوش في الرياضة خالص وعايز يبقى حياته صحية خالية من الامراض او يقلل من الامراض، او واحدة ست نفس الكلام، فالكيتو دايت هيبقى مناسب جدا جدا ليك وممكن تستمر عليه طول الحياة. انا اعرف ناس من 5 ل 10 سنين ولغاية دلوقتي شغالين بالكيتو دايت وبسم الله ما شاء الله الدنيا تمام جدا. بس كده، لو عجبتك الحلقة دوس لايك وشير الفيديو زي ما قلنا عشان غيرك يستفيد، واعمل سبسكرايب. ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنت، انا برد على الناس، وهتلاقي لينك التيك توك والانستجرام هحطهولك في الديسكريبشن تحت، تواصل معايا برضو هرد عليك في اسرع وقت. ودمتم في رعاية الله.